انت كاكونت مانجر هل ينفع تكون شاطر مع الناس بس، ولا لازم كمان تكون فاهم المنتج او الخدمه اللي بتمثلها عشان ما تبقاش مجرد واجهه شيك؟ في الدرس ده هنتكلم عن حاجه ناس كتير بتستهين بيها، معرفه المنتج او الخدمه اللي بتتعامل معاها. فناس بتقول انا مش تكنيكال، انا بتاع علاقات. الجمله دي لو صدقتها بالطريقه الغلط هتبوظ صورتك قدام العميل وقدام الفريق وقدام نفسك. خلينا نتفق على حاجه مهمه، الكوميونيكيشن مهم جدا، والريليشن بيلدينج جزء اساسي من شغل مدير الحسابات. بس لو فضلت شايف نفسك بتاع علاقات بس ومش مهتم تفهم البرودكت اللي بتقدمه، هيحصل ايه؟ اولا، العميل هيحس انك واجهه شكلها شيك بس فاضيه. اي سؤال عميق شويه زي سيستم يقدر يعمل كذا، الباقه دي تشمل ايه بالظبط، الحمله دي متقسمه لايه، تلاقي نفسك دايما بتقول هسال وارجع لك يا ولا يا شيك. ثانيا، الفريق الداخلي هيحس انك بتستلم كلام من بره وتحدفه عليهم من غير ما تفلتره ولا تفهمه، يعني مفيش قيمه مضافه، انت كده مجرد بوسطجي بينقل الكلام من هنا لهنا. ثالث حاجه، كارير هتوصل لمرحله وتقف ان اللي بيطلع لسينيور لازم يبقى فاهم البيزنس والمنتج، مش بس حد بيعرف يتكلم. وده مش معناه انك لازم تبقى مبرمج ولا مخرج سينما ولا ميديا باير حتى، لكن معناه انك لازم تبقى فاهم كويس انت بتمثل ايه وبتبيع ايه وبتقدم ايه. لما نقول منتج مش لازم يكون حاجه ملموسه زي علبه سمنه في السوبر ماركت. في عالم البي تو بي البرودكت ممكن يكون خدمه التسويق، اداره السوشيال ميديا، حمله اعلانيه، سوفت وير معين، او حتى خطه استشارات وتدريب. ومن منظور الاكونت مانجر البرودكت بيتكون من 5 محاور اساسيه. اول محور الفيتشرز، المنتج او الخدمه بتعمل ايه بالظبط، السيستم ده يقدر يعمل ايه، الباقه دي تشمل ايه. تاني محور البنفيتس، الميزه دي فرقت مع العميل في ايه، قللت وقت، خفضت تكلفه، حسنت نتائج. تالت محور الليميتس او الحدود، ودي نقطه خطيره ومهمه جدا. الخدمه مش بتعمل ايه، الباقه ما فيهاش ايه اللي محتاج يكون اكسترا ومدفوع عشان ما توعدش بحاجه مش عندك. رابع محور البروسيس، ايه الخطوات اللي هناخدها من اول ما العميل يقول تمام لحد ما يستلم اول نتيجه، مين بيشتغل على كل خطوه، ومتوسط الوقت قد ايه. خامس محور البرايسنج، السعر بيتحسب على اساس ايه، عدد ساعات، عدد مستخدمين، عدد فيديوهات، ولا ايه بالظبط. لو انت فاهم ال5 محاور دول كويس هتلاقي نفسك بتجاوب صح وبتمنع سوء الفهم وبتحمي نفسك وفريقك والشركه. تعال نطبق الكلام ده على ارض الواقع. مثال سريع، ماركتنج ايجنتس. الخدمات بتكون زي اداره سوشيال ميديا، حملات اعلانيه او محتوى وهكذا. معرفه المنتج هنا معناها انك تبقى عارف يعني ايه كونتنت كالندر، يعني ايه ميديا بلان، وفاهم مؤشرات زي ريتش، امبريشن، وسي تي ار، وفاهم دورة الشغل، البريف ثم الاستراتيجي ثم الكونتنت ثم الديزاين ثم الابروفال ثم الريبورت، وبعد كده نعمل عملية الببلشنج او النشر. وكمان فاهم حدودكم بوضوح، هل بتردوا على الكومنتات خلال 24 ساعة ولا في ساعات معينة خلال اليوم، هل بتعملوا برودكشن ولا بس ديزاين، ولو العميل طلب تصوير زيادة ده جزء من الباقة ولا براها. طيب ايه اللي بيحصل لما الاكونت مانجر ما يبقاش فاهم البرودكت كويس؟ اول مشكله الاوفر بروميسنج او الوعود الزياده. العميل يسال ينفع نعمل كذا وانت من غير ما تفهم طبعا سهله، ترجع للفريق تلاقي ان ده معقد جدا او محتاج فلوس واوت اوف سكوب بشكل كبير، فتضطر ترجع للعميل وتعدل كلامك وده بيهز الثقه فيك. تاني مشكله كل سؤال هسال وارجع لك. طبيعي ساعات تقولها، بس لو كل سؤال ده ردك عليه العميل هيحس انك مش فاهم شغلك وملكش لازمه. تالت مشكله تترجم كلام العميل غلط. العميل يقصد اكس، انت فاهم المنتج نص نص، توصل الكلام على انه واي، الفريق يبني واي، يطلع الشغل مش اللي العميل عايزه، تدخلوا في دوامه انت ما فهمتنيش وانت اللي ما قلت صح. رابع مشكله تفقد احترام الفريق الداخلي لما يحسوا انك مش فاهم هما بيعملوا ايه وانك بتوعد عملاء ومش قادر تحمي الفريق، ويبتدوا يشوفوك عبء مش قائد واجهه. وكل ده بيقل جدا لو عندك برودكت نولج. في النهايه افتكر الاكونت مانجر مش بتاع علاقاته بس، هو شخص فاهم العميل والمنتج والخدمه والفريق وبيترجم بين الثلاثه. وبكده نكون خلصنا الوحده الاولى، ومن الوحدات الجايه هنبدا ندخل ونتعمق اكتر في المهارات اللي لازم تكون عندك عشان تكون اكونت مانجر ناجح.